السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم كده هادي ونادي وكله خير وسعادة وحب يا رب عليا وعلى كل اللي بيشوف. بصوا بقى، الناس بقى اللي بتحب البطاطس كده بتموت في البطاطس. شايفين بالاربع بطاطسات دول ها، و3 معالق دقيق دول، بص ربطة الكزبرة دي والبضاية. هعمل لكم فطيرتين بالبطاطس، بس ما اقولكمش بقى، بصي مش هتبطلوا تعملوها. يعني بصي طعمها، الناس اللي بتحب البطاطس بقى تجمع كده معايا بالاربع بطاطسات دول. هعمل فطيرتين بالبطاطس، ممكن الصبح فطار حلو، او ممكن ساعات بالليل لما الناس اللي بتجوع بالليل بدل ما تقوم تحمر بطاطس وتعمل سندوتش بطاطس محمره او تاكل حاجه كده دسمه. لا دي بقى بصي انا مسمياها الفطيره المعجزه، لان هي فطيره بطاطس. سامحوني بقى عشان انا عندي برد، فهتحسوا ان صوتي حتى متغير شويه. اي واحده بقى بتتفرج عليا لسه عروسه كده، او اي حد بيحب المطبخ، او اي ست بيت عندها عيال كده في المدارس تحب ان هي تعمل لهم حاجه زي كده ممكن يفطروا بيها. جبت الاربع بطاطسات وسلقتهم، وبعد ما سلقتهم ههرسهم كويس كده زي ما انتم شايفينهم كده. انا دلوقتي سلقتهم مسكتهم كده ايه، عشان هي كانت سخنه صراحه البطاطس، فايه بهرسهم كده. لما اخليهم اهرسيهم بقى عندك هراسه، اهرسيهم بالشوكه. اي واحده ست دلوقتي بتشوفني مش هتغلب، وهتبقى فاهمه ان البطاطس لما بتتسلق ممكن تتهرس باسهل سهوله. هراسه، شوكه، اي حاجه اي حاجه. المهم بس ما تنسيش كده وانت قاعده تتفرجي عليا، ما تنسيش اللايك كده والاشتراك في القناه ويعني تكتبي لي كده تعليق حلو كده يرفع معنوياتي، وتقولي لي كده بتتابعيني منين. والوصفه دي والله هتعجبك. بصوا انا بعد ما هرست كده البطاطس هحط عليها بقى ايه، معلقه ملح ونطره فلفل ماشي، وهكسر البيضه كده عليها. بصوا الاكله دي تحفه 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 تحفه، يعني مش قادره اقول لكم على جمالها قد ايه. والعلم بتبقى في الفطار حلو قوي، تغيير برضو اكل بدل الجبن والفول والفلافل، تغيير. يعني لو واحده كده هتشبع الواحد والله. انا عاوزه اقول لكم وانا بعملها وانا بعملهم هتشوفوا في الفيديو ان انا بعد ما عملتهم الفطيرتين دول، يعني قبل ما اختم الفيديو كنت واكله نص واحده والله العظيم من حلاوتها وريحتها الحلوه. دول بقى بصوا معلقتين دقيق، بس انا يعني ايه زودت شويه لان انا بحب الدقيق فيها صراحه، بس هي المفروض بيتعمل بمعلقتين دقيق، بس انا مزوده الدقيق شويه عشان بحب الدقيق فيها. دي برضو اختياريه، يعني اللي عاوز يحط معلقتين دقيق يحط، اللي عاوز يحط 3 اقصى حاجه 4 معالق دقيق على الاربع بطاطسات، ما تزوديش عن كده. وديت ربطه كزبره، بس انا خدت الايه، خدت الورق بس. ودي بقى كده نص كوبايه لبن عشان بس اعرف ان انا ايه تتهرس معايا كده، وانا بقى بعجنها كده ببعضها كده ايه تتهرس معايا كويس، تبقى ايه يعني تبقى طريه كده، عشان لما اجي احطها كده ايه على الجريل دلوقتي اقعد بس كده ايه اهرس فيها. انا قلت احطهم كلهم، والله قلت مش هبخل. هي كانت نص كوبايه لبن، قلت يلا بنت حطيها كلها وخلاص. بص انا عملتهم اهم فطيرتين ماشي. هجيب بقى ايه، بس انا ولا البوتاجاز بقى، هجيب بقى الجريل دوت، شايفينها دي بقى حبيبتي، دي بعمل فيها كل حاجه. دي ممكن اخبز عليها عيش على فكره، هبقى مره اعمله قدامكم. دي بقى عملتهم كورتين، ادي واحده وادي واحده. بص بقى هبططها كده عليها كده، هوطي النار وابططها بقى كده كأني ببطط رغيف عيش بالظبط. انا بتعامل كده معاكم خطوه خطوه عشان اللي تتفرج عليا تقوم تعملها بالظبط كده زي ما انا عملتها كده. بس تكوني دهنه طبعا الجريل دوت حته سمنه، زيت، اي حاجه، اي ماده دهنيه عندك ماشي. وتكوني موطيه النار الاول وتبططيها كده عليها وهي موطيه النار، تفرديها يعني عشان دي ما ينفعش تتفرد بنشابه.
وبصي وتقعدي بقى تقلبي فيها كده وانت موطيه النار وتقلبيها. شايفه الجمال يا خرابي؟ ما اقولكوش بقى لما بتبتدي كده يا جماعه تطيب كده الريحه بقى في المطبخ مش قادره اقول لكم. انا بقول لكم من حلاوتها اكلت نص واحده كده وانا بطيب. بصوا هوطي النار وافضل اقلب وانا موطيه النار كده، ويستحسن تكون حاجه كده عشان ما تلزقش. بصوا بتتحرك معايا زيت. دي بقى احلى فطيره بطاطس للناس اللي بتحب البطاطس. بصي جربيها فطار للعشاء تحفه. بصوا هقلب بقى الناحيه التانيه اهي، احمرت من الناحيتين على فكره. لا لو عاوزه تحمرها بس انا ما بحبهاش تكون ايه محمره ازيد من كده. يعني هي استوت وبقت كويسه وما بحبهاش تكون محمره قوي برده يا جماعه. يعني بصوا اهي اخدها بقى كده احطها في الطبق جنبي وايه، وحاجه حاطه بقى الفطيره التانيه. هحط بقى التانيه كده، هوطي برضو العين، ولو في حاجات كده في الحر اشيلها عشان ما تتحرقش ايه وتبوظ الدنيا. ما تنسيش بقى وانت قاعده كده ايه اللايك الجميل، تسيبي لي كده تعليق حلو كده وتقولي لي بتتابعيني منين. بصوا التانيه برضو هحطها اهي بنفس الطريقه، هبططها برضو اهي، هبططها كده كاني بفرد رغيف عيش يا جماعه. بس ما اقولكوش بقى على البيض مع ربطه الكزبره. خدت الورق بس مش قادره اقول لكم على الريحه بقى، مش قادره اقول لكم على الريحه والجمال. بصوا هبقى موطيه النار واسيبها برده كده تستوي على نار هاديه، وبعد كده بقى هاجي قلبها، اجي كده وانا بقلب فيها بقى بالراحه عشان ايه هي عامه الدقيق بيخليها تمسك نفسها. بصوا شفتوا الجمال؟ واتك عليها شويه كده عشان خاطر ان هي ايه تبقى مش واخده لون، تبقى واخده لون ومستويه كده. بصوا هفضل سايباها كده برده، بس المهم انها تكون النار هاديه اهم حاجه. وانا لما اتاكدت ان هي استوت بس عاوزه اقطع نص كده، بحاول ان انا اقطع لان هي سخنه مولعه صراحه، سخنه سخنه سخنه، بحاول اقطع كده. بس يستحسن يعني يا جماعه لما تيجوا ايه تقطعيها لازم تسيبها تبرد، نصيحه يعني. بس انا من ريحتها الجميله، وانا كنت لوحدي في البيت وعملتهم 2، مش قادره اقول لكم. انا على بال ما شلت الثانيه كنت انا اكلت النص. شايفين النص ده؟ والله انا اكلته مع مخللايه بتنجانيه اهي، يا ريت لو تكونوا شايفينها اهي. ايوه دي، وكلت النص دوت. مش قادره اقول لكم على الريحه لا تقاوم، طعمها زي العسل اقسم بالله. الناس اللي بتحب البطاطس اعمليها وهتدعي لي، هتدعي لي لان طعمها وريحتها تحفه. يعني انا بقول لكم انا اكلت نص واحده وبقيت حته البتنجانيه اهي في الطبق. تحفه تحفه تحفه. لكل واحده كده بقى ايه بتحب البطاطس كده تقومي اعمليها كده وانت هتدعي لي. ربنا يجعل نهاركم كله خير يا رب.